قلنا قبل كده ان احنا في دايركشن اهم حاجه بنعملها ان احنا نسهل عليك فكره الصيانه، لكن قبل ما تعمل صيانه المهم انك تعرف تعمل ايه في الصيانه، وتعرف ايه الفرق ما بين مثلا نوع الميه اللي هتحطها في العربيه، البطاريات دي عباره عن ايه. وطبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده مع باشمهندس محمد على فكره ايه اللي تعمله اول ما تجيب عربيتك. خلينا بقى نتكلم عن تفاصيل اكتر بقى ونتعبك معانا تاني. بس قول لي بقى يا مستر محمد، دلوقتي انا عندي ميه بيضه وميه خضراء وميه حمراء، والدنستي بتاعت الميه ايه الفرق بين ميه بيربل كمان، وفي بيربل هتلاقي الوان كتير قوي. ايه بقى الفكره، ايه الموضوع ده؟ اول حاجه الميه البيضاء دي بلاش نستخدمها خالص، دي ميه عاديه من الحنفيه او ميه معدنيه، حتى كل دي املاح بتاثر على دوره الميه في العربيه، بلاش منها خالص. نستخدمها وقت الطوارئ، نخلص بيها مشوارنا وبعد كده نروح مركز خدمه نحط الميه اللي الزوجه بتاعتها تسمح للعربيه. ده احنا زمان ال 28 دي شربناها ميه النيل. ما لازم. ايوه عشان كده اصيله. عشان كده اصيله فعلا، لكن دلوقتي ما ينفعش يعني. طبعا بتزود الاملاح قوي في دوره الميه، بتبوظ خراطيم، بتبوظ الدفير، بتبوظ حاجات كتير جدا في دوره الميه. الصح كل عربيه ليها درجه لزوجه، احمر، بيربل، اخضر، هي مش الوان وخلاص، هي دي لزوجه الميه تتقبل الحراره لحد درجه كام. يعني كل لون من ده درجه لزوجه معينه، دي لزوجه معينه بتختلف بقى في انواع العربيات طبعا. كل عربيه، كل موتور، كل براند حسب العربيه المفروض تحط ميه ايه. يعني مثلا هل تفرق في نوع العربيه ولا يعني مثلا مواصفات الموتور؟ مش مثلا كيا ومرسيدس لا نوع الموتور ودرجه التبريد بتاعته تسمح لحد كام؟ 33 55. طب كل لون من ده ليه درجه تبريد معينه. طب اديني مثال. يعني مثلا المرسيدس عندنا المرسيدس مثلا عندنا ازرق وعندنا احمر. هي المواتير بتاعتنا هي دي الزوجه اللي تسمح بدرجه التبريد بتاعت المرسيدس. بس حسب بقى كل عربيه مواصفات موتورها ايه ويتبرد ازاي. طب في بنزينات انا بخش عليها ابقى داخل اقول له لو سمحت انا عايز اعمل دوره تبريد او دوره نظافه للرادياتير، بعدها يقول لي لازم تحط لون، بس بيقول لي بقى مش تفرق الاخضر من الاحمر. هل الكلام ده صح؟ رونج انفو طبعا، غلط. غلط، بدليل ان هو عنده الوان صح، بس هو ما عندوش النو هاو، هو العربيه دي اتحط لها ايه. بنزينات قليله جدا اللي فاهمه الكلام ده. طب دوره التبريد دي او دوره النظافه دي مهمه؟ طبعا مهمه جدا. بتفرق في ايه؟ وخصوصا في الصيف لان هي بتعرضك برضو لموقف طارئ، ممكن في مره تلاقي عربيه عطلت، العربيه سخنت، فبتراجع عليها طبعا، وخصوصا كل دخلة صيف. ايوه، انا اراجع بقى على الميه دي كل قد ايه؟ يعني كل سنه طالما هي ما جاتش جنبها في مشكله خالص، طالما هي ما اشتكتش خلاص ما تجيش جنبها، بس خصوصا في الصيف ممكن نتشيك عليه. يعني اول ما تلاقي الدنيا درجه الحراره عليت شويه نتشيك على دوره الميه. يعني زمان كنا قلنا مثلا كل يوم وانت نازل الصبح؟ لا خالص، مش كل يوم. لا انا زمان كنا بنيجي كل يوم اروح جاي فاتح دوره الصبح العربيه. لا اول حاجه اعملها افتح خلص الموضوع ده خلاص، ما بقاش فيه. لا بس انت ممكن على دخلة الصيف عشان الحراره وتبقى داخل برضه في الدنيا تبقى كويسه معاك تشيك عليه. بس انا طول ما هي تمام ما تجيش جنبها خالص. طيب هل مثلا الكثافه او اللزوجه بتاعت الميه دي بتبقى موجوده في كتالوج العربيه؟ طبعا. طيب لو انا مش عارفها اسال مين؟ اعمل ايه؟ المختصين، مركز الخدمه انت بتتعامل معاه، مركز خدمه معين، الشركه. اللون اصلا اللي اوريدي هو في العربيه، ما هي العربيه بتنزل بالميه بتاعتها. انت بتعرفه من ان انت بتيجي تصين بعد كده او الميه بتنقص او يحصل مشكله في دوره الميه، تبقى انت عارف الميه اللي نزلت لونها ايه، لزوجه ايه. ما احنا من اللون بنعرف اللزوج. لو احمر بقى اخف شويه معناه انه حصل حاجه؟ لا الاحمر اعلى، الاحمر اعلى شويه. اوكي، يعني الاحمر اعلى شويه. قول لي كده الدرجات ايه؟ انت معاك بقى من اول اخضر ازرق ممكن بالترتيب اخضر ازرق احمر بيربل لحد بقى. طب افرض انا مثلا عربيتي انا حبيت كنت فاكر ان ده احسن حاجه ليها فحطيت لها اعلى لزوجه، ينفع كده؟ غلط برضه. هي لازم تتاخد على دوره الميه بتاعتها طبعا. طب لو احنا غلطنا وحطينا ميه عاديه اضطرينا، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ هتمشيك بس ما نخليهاش في العربيه فتره طويله. ما نخليهاش فتره طويله بالظبط. والطبيعي ان انا اكشف على الميه لو ما فيش مشكله كل قد ايه؟ يعني كل دخلة صيف، كل دخلة صيف والصيف يخش عليك انت تبقى الدنيا حر معاك، هي برضه عربيه زينا كده نخش نتشيك على دوره الميه. اوكي. طب في حاجه مهمه جدا كمان الحقيقه، مش بس موضوع الميه لكن كمان فكره البطاريات بتاعت العربيه. في بطاريه 70، بطاريه 74، ايه بقى الارقام دي في البطاريات؟ حسب كل عربيه عليها كام كنترول. ما هي البطاريه دي بتشيل كنترولات كتير للعربيه. في عربيه فيها مثلا 50 كنترول، في عربيه فيها مثلا 70 كنترول، في عربيه فيها 30 كنترول. كل عربيه البطاريه بتاعتها على حسب امكانيات العربيه وعلى حسب توزيع جهه الكهرباء على البطاريه. طب يعني ايه 70 و74؟ ده امبير. هي 70 74 80 82 190 105.
في بطاريات اللي هي الاي جي ام، البطاريات الجافه دي عشان بتبقى عليها جهد اكتر وكنترول اكتر، فبتبقى بطاريات اقوى كمان يعني. احنا دلوقتي بنروح نشيل بطاريه، اي بطاريه حتى لو 70 بيقول لي جافه، هل هي فعلا كلها جافه؟ يعني خلاص ده سيفتي احسن بدل المايه القديمه دي، ده سيفتي احسن، وهي خلاص بقى كل العربيات دلوقتي بطارياتها جافه يعني. يعني لو رحت وحد مثلا قال لي لا خد البطاريه الثانيه، ولا انا عايز الجافه، طبعا الجافه طبعا هي طبعا. يبقى البطاريه الجافه دايما بتبقى احسن، والامبير متعلق بمواصفات العربيه، مواصفات العربيه، اه مش نوع العربيه برضه. ونوع العربيه، ما هي العربيه مثلا لو هي مثلا اودي مثلا عليها فيها بانوراما، فيها اوبشن كتير جدا، ما هي البطاريه دي هي اللي بتدي الجهد الكل ده، فهي حسب الاوبشن اللي في العربيه. امتى اعرف ان البطاريه بايظه؟ بتدي الارم في التابلو، او لما تيجي بعد الشهر تدور ما تدورش. ما تدورش يعني مثلا، بس هي دي الحاجه الوحيده. يعني انا مثلا بس. لو ما دارتش المارش اشتغل لكن العربيه ما دارتش، ولا المارش ما اشتغلش خالص؟ ما اشتغلش خالص. ما اشتغلش خالص. كنا زمان بنقعد نجرب نور وكلاكس وكده. لا ده ما هو انت نور وكلاكس هيشتغل معاك لحد ما البطاريه تموت خالص، وبعد كده مش هيشتغل هو كمان. مش هيشتغل خالص. طيب بطاريه باظت وعايز اغير البطاريه، اعمل ايه قبل ما اغيرها؟ ما تعملش اي حاجه خالص، توجه لحد برضه مركز خدمه اللي انت بتتعامل معاه، او لو الناس المختصه بالبطاريات يعني هو بيشيل القديمه يحط الجديد، وهو عارف بيشيلها ازاي يحطها ازاي، لان هي برضه سيفتي عشان الانلوك بتاع العربيه ما تقفلش المفتاح مثلا عليها ولا حاجه. بالظبط. هو بتاع البطاريه بيبقى عارف الكلام ده، لازم يغير البطاريه، يكون العربيه كلها مقفوله، فاتح الكابوت بس، يقفل العربيه خالص، يشيل البطاريه يحط بطاريه جديده. بس مش المفروض بيكشف على حاجه عشان ما يقولش مثلا حاجه حرقت البطاريه؟ لا. الدينامو مش عارف. ده لو احنا كنا اوريدي تعرضنا للمشكله، يعني اوريدي ان احنا بعد شهر وقعدنا العربيه على winch مثلا عشان ما بتدورش، كان اثر بقى كده، اثر على الدينامو، اثر على كومبريسور، اثر على كذا حاجه. بس انا هو لو البطاريه ادتني الارم ان البطاريه ضعيفه، اتوجه بس ان انا اغير البطاريه من غير ما اراجع على حاجه خالص. لو طلع عندي مشكله بنكشف على ايه قبل ما دايما بتشوف في جهاز بيتحط؟ دينامو بطاريه، الدينامو تونجر، حتى على التونجر بيقيس الجهد بتاع البطاريه. يعني احنا كده اللي استفدناه دلوقتي ان احنا اوعى تغير البطاريه غير لما تطمن، لو ما تلاقيش الارم ان البطاريه نفسها ضعيفه، ما نغيرش البطاريه غير لما نكشف على طبعا الدينامو. طبعا. حاجه ثانيه ولا هي الدينامو اكتر حاجه متعلقه؟ الدينامو هو اللي بيشحن البطاريه، هو اللي بيشحن البطاريه. هل ممكن لو مش مظبوط يبقى هو اللي يضرب البطاريه؟ ممكن طبعا. وكل ده بيدي الارم في التابلو، يعني كل ده بيدي الارم في التابلو في اغلب العربيات دلوقتي. في عربيات ما بقاش لسه فيها، يعني مثلا في عربيات ناس معاها العربيات القديمه مش بيديها الارم في التابلو، كويس؟ فدي اللي احنا عايزين نوجه لهم بقى الرساله، يتعاملوا ازاي لو البطاريه مفيش الارم جالهم؟ هيحصل معاه مشكله انه هيجي يدور، هيحصل معاه موضوع الدواره، بس هي يعني لو هي اول مره هيدور مش هتدور العربيه، بس بعد كده هتلقط معاه دوار. اول ما يحصل الموقف ده معاه ويتعرض له، يروح يغير البطاريه فورا على طول طبعا، ويكشف على الدينامو قبلها. بالظبط لازم. بالظبط. اوكي. اخر حاجه، فكره الكاوتش في لي اكسبايري ديت، وفي ناس بتمشي بيه سنين. ازاي الواحد يطمن ان الكاوتش بتاعه سليم؟ ايه المواصفات الصحيحه؟ الكاوتش بتاعك اول حاجه هو ليه تاريخ انتاج. تمام. انت مثلا ممكن تبقى معاك عربيه موديل 2000 مثلا، هو تاريخ انتاج الكاوتش سنه 2000، عن لوجيك ان انت تفضل بيه عايز قاعد لحد دلوقتي، يعني هيتغير برضه. هو الاكسباير ديت بتاعه ممكن 5 6 سنين ماكسيمم، اذا هو ما كانش فيه مشكله في الكاوتش، ماكسيمم 5 سنين، ماكسيمم 5 سنين، ماكسيمم 5 سنين. طب نقدر نديله مثلا عدد كيلومترات معينه ولا ملهاش دعوه على حسب الاستهلاك؟ هو ممكن تبقى انت في سنه عامل 100,000 كيلو فهتغير الكاوتش. صح. انت طبعا يعني هي نسبه وتناسب مع العداد، حسب السواقه بتاعتك، يعني انت عدادك قد ايه. ودي من الحاجات المهمه اللي لما نيجي نشتري عربيه نبص على طبعا على الكاوتش. وفي ناس بتركن عربيه بالسنين مش محتاجه انها تغير الكاوتش، تراجع بس على الهواء بتاع الكاوتش، انما مش محتاجه تغير الكاوتش ما يمشيش اصلا. صح. هي على حسب، يعني غالبا على حسب الكيلوات، حاله الكاوتش والكيلوات، لكن ملهاش زي ما بيقولوا قانون كده انه مثلا لا. اهم حاجه فكره ان نطمن برضو من الانتاج، سنه الانتاج طبعا. طب هل حتى هو ما مشيش عليها فتره طويله زي ما انت قلت مركونه وتاريخ انتاج قديم ممكن تبقى سليمه عادي؟ لا، هيرجع على حالتهم، لو حالتهم تمام من الرطوبه او المكان اللي هو مخزن فيه العربيه، ما ممكن المكان اللي مخزن فيه العربيه بيأثر على البطاريه وبيأثر على الكاوتش. لو المكان مناسب وما اثرش عليه تمام، لو هو اثر على الكاوتش او البطاريه طبعا هيتغيروا الاثنين. في ناس برضو بتركن بخصوص البطاريات، في ناس بتركن العربيات فتره طويله وتيجي الدوار ما تدورش، كده البطاريه بايظه، ملحت من الرطوبه. ملحت طبعا. صح. والكاوتش كذلك، فانت لو راكن فتره طويله لازم تيجي تراجع على الحاجات دي. الميه لان برضو كل الليكويد اللي في العربيه ممكن يبقى ملح، او الحاجات دي لما بتبقى راكده كده بتعمل مشكله في العربيه. الزيت طبعا، البطاريه، الكاوتش، يراجع عليهم حتى لو راكن فتره طويله للعربيه. تعبينك معايا دايما حبيبي يا كريم، منور الدنيا. شكرا ليك جدا جدا. زي ما شفنا كده اساسيات معينه اوعى تفوتك لما تيجي تعمل صيانه لعربيتك: الميه، البطاريه، الكاوتش. وزي ما قلنا
دايركشن هيسهل عليك الصيانه وهيخليها ابسط كتير جدا.